تبدأ قصتنا بسيارة صغيرة اسمها هاربي. كانت هذه السيارة تشارك في سباقات السيارات، لكنها لم تربح أي سباق قط، ولهذا السبب قرر صاحبها التخلص منها، فباعها لرجل يدعى فيري. وهنا نكتشف أن هذه السيارة ليست عادية، بل تستطيع التحرك وحدها ولها مشاعر مثل البشر. وعندما باعها صاحبها انتقمت منه وملأت ثيابه بالدخان، وبدت هاربي خطيرة. وبعد تلك الحادثة شعر الرجل بالذنب وحاول ربطها بعمود لتثبيتها، لكنها جرته على الأرض انتقاما. ثم ننتقل إلى الجامعة، حيث كانت هناك حفلة تخرج لطالبة تدعى ماجي التي حصلت لتوها على شهادتها. وفي طريق عودتها رفقة والدها قابلت صديقتها التي جاءت بسيارة جميلة، وقالت لها إن عائلتها أهدتها تلك السيارة بمناسبة التخرج. شعرت ماجي بالغيرة قليلا، لكنها لم تظهر ذلك أمام والدها. بعدها ذهبت هي ووالدها إلى حلبة السباق لمشاهدة سباق أخيها راي الذي كان يخسر دائما، ولأنه لا يعترف بالأمر كان يكذب عليهما ويقول إن السيارة معطلة، بينما الحقيقة أنه كان يخاف من المنافسة. بعد ذلك عاد والد ماجي إلى المنزل وعلق شهادتها على الجدار، ثم قال لها إنه سيشتري لها غدا هدية تختارها بنفسها. وفي اليوم التالي أخذها إلى محل بيع السيارات المستعملة وطلب منها اختيار سيارة تناسب ميزانيتهما. بدأت ماجي تبحث بين السيارات لعلها تجد ما يعجبها، وفي تلك اللحظة بدأت سيارة هاربي تصدر أصواتا وتتحرك وحدها محاولة لفت انتباه ماجي، لكن ماجي لم تنتبه لها، وجاءت الرافعة لرفع السيارة من أجل تحطيمها. عادت ماجي إلى والدها تخبره أنها لم تعجبها أي سيارة، فدلها صاحب المحل على سيارة أخرى محاولا إقناعها بشرائها. وفي الوقت نفسه سقطت هاربي من الرافعة على السيارة التي أراد الرجل بيعها لماجي. غضب الرجل وغادر، بينما لاحظت ماجي سيارة هاربي فقررت شراءها. صعدت ماجي إلى داخل السيارة لتتفقدها، فوجدت رسالة مكتوبا فيها: من فضلك اعتني بي. وما إن أدارت المحرك حتى فوجئت بأن السيارة تتحرك وحدها، لكنها استطاعت السيطرة عليها. أخذت هاربي إلى كراج صديقها كيفن ليصلحها، لكن كيفن صدم من دخول السيارة بسرعة كبيرة حتى إنه وقع من الخوف. عرفنا عندها أن كيفن وماجي أصدقاء. سألها كيفن من أين حصلت على هذه السيارة، فأخبرته أنها اشترتها، لكنها تفكر في إعادتها لصاحبها لأنها تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات، إلا أن كيفن أخبرها أن يحتفظ بها وأنه سيتكفل بإصلاحها. خرجا ليتجولا بالسيارة لمعرفة أعطالها، لكن أثناء الطريق بدأت هاربي تقود نفسها بسرعة، فانبهر كيفن بمهارات ماجي، لكن ماجي أخبرته بأنها ليست هي من يقود. وصلا إلى مكان يجتمع فيه عشاق السيارات، وهناك وصل بطل سباقات مشهور يدعى جاك. تحدى جاك الجميع قائلا إن أي شخص يمتلك سيارة قوية يمكنه التسابق معه. تجمع المعجبون حوله، بينما غضبت ماجي من غروره وأخذت لوحة زحلق وغادرت تاركة السيارة هناك. بدأت هاربي تصدر أصواتا غاضبة، فذهبت ماجي لتهدئتها، لكن السيارة سكبت الزيت على ملابسها. بعد ذلك منحها كيفن لباس سباق لتبدله، وارتدت ماجي الخوذة أيضا. وعندما خرجت قابلت جاك الذي سخر من سيارتها القديمة، مما جعل هاربي غاضبة، فانطلقت واصطدمت بسيارته عمدا. ظن كيفن أن ماجي هي السبب في لامها، وظن الجمهور أنها تتحدى جاك، فطالبوه بسباق بينهما. وافق جاك، ولما حاولت ماجي النزول أغلقت هاربي الأبواب عليها وأجبرتها على خوض السباق. انطلق السباق وسبق جاك في البداية، لكن هاربي تجاوزته بسهولة وفازت. عادوا إلى الكراج، وكان كيفن مندهشا من فوزها. أخبر ماجي أنها يجب أن تشارك في سباقات حقيقية، لكنها كانت مترددة. في المنزل اكتشف والدها مشاركتها في السباق من خلال تسجيل أحضره أحد معارفه. واجهها غاضبا لأنها وعدته ألا تقود في السباقات. كادت تخبره بحقيقة السيارة، لكنها كذبت وقالت إن صديق كيفن هو من قاد السيارة. ذهبت لاحقا إلى الكراج حيث كان كيفن يصلح السيارة، وهناك وجدت إعلانا عن سباق بجائزة مالية كبيرة. لفت الإعلان انتباهها وأقنعتها هاربي بخوض السباق. وافق كيفن وساعدها على إصلاح السيارة. شاركت ماجي في التصفيات وفازت بجميعها دون أن يعرف أحد هويتها بفضل الخوذة. أما جاك فبدأ يشك أنها هي، فلما دقق في شعرها بالصورة تأكد. في إحدى الليالي قابلها وسألها عن سر مهارتها، ثم دعاها لتجربة سيارته. أثناء انشغالها بتجربتها ذهب جاك إلى هاربي ليعطلها، لكن السيارة رشت عليه الزيت ودفعته بعيدا. في اليوم التالي تحداها جاك وقال لها إن الفائز في السباق يأخذ سيارة الآخر،
فوافقت، لكنها في السباق الأخير توقفت هاربي عمدا قبل خط النهاية لأن ماجي كانت معجبة بسيارة جاك فخسرت. غضبت ماجي من السيارة وظهر جاك ليهين هاربي أمام الحضور ويطلب من ماجي خلع الخوذة. عندما شاهد والدها المشهد غضب كثيرا. أخذ جاك السيارة ليضعها في معرض تكسير السيارات، لكن ماجي حاولت استعادتها ودخلت وسط الحلبة، ولحسن الحظ تدخلت هاربي في اللحظة المناسبة وأنقذتها. عادت ماجي إلى الكراج وهي مصممة على استعادة حلمها، وفي اليوم التالي ذهبوا لسباق جديد وكان أخوها مشاركا، لكن تعرض لحادث ومنعته الطبيب من القيادة. اقترح الأخ أن تقود ماجي بدلا عنه، ووافق والدها بعد تردد. عمل الفريق طوال الليل على تجهيز السيارة. بدأ السباق وحاول المتسابقون سد الطريق عليها، لكنها تمكنت من الهروب منهم. تعرضت هاربي لمشكلة، لكن فتح باب الصيانة للجميع. أخبرها كيفن أن السيارة قد لا تكمل السباق، لكنها أصرت على المتابعة. استطاعت ماجي اللحاق بجاك، فحاول دفعها نحو الحائط ليسقطها، لكنها تفادت الأمر واصطدم هو بالحائط وانقلبت سيارته. أكملت ماجي السباق وفازت بالجائزة، واحتفل بها الجمهور ووالدها وفريقها. وفي النهاية قررت ماجي الاعتناء بسيارتها هاربي لأنها أصبحت عزيزة عليها وقادرة على مساعدتها لتحقيق حلمها. وهكذا تنتهي أحداث فيلمنا.